عائلي بحت، زحمة في اجواء البحر، في الناس قد ايه هي بتحب البحر ومقبلة عليه. واحنا لحد دلوقتي بنتكلم طبعا في المميزات عشان ما حدش ينتقد اصلا الكلام اللي انا بقوله، لان لسه داخله على عيوب. الحاجه الحلوه كمان اللي فيه ان انتوا ممكن لو معاكم اطفال، الاطفال دي لها مكان لعب خاص بيهم ورا، وده مش زحمه خالص المكان بقى اللي ورا. طيب حابين ان انتوا تركبوا البنانه، حابين ان انتوا تركبوا ده البحر، حابين تأجروا عوامات، هو موجود كمان في الشاطئ. سعرها كام؟ سعرها بيكون من 100 جنيه ل 200 جنيه في الساعة الواحدة، وطبعا بيكون كذا حد في البدال مش حد واحد، وفي بنانة كمان زي ما حضراتكم عايزين. وكمان سعر العوامات بتكون من 10 ل 20 جنيه لمدة ساعة. كل الشواطئ اللي حضراتكم شايفينها دي موجود فيها غرفة تغيير الملابس، وموجود فيها كمان الحمامات، والحاجات دي بتكون من غير سعر، هي تبع تيكت الدخول اللي هو ال20 جنيه. طبعا انا هنا طفيت الكاميرا ورجعت تاني لشاطئ البروفاج اللي بعده، وعشان برضو ما نتلخبطش، شاطئ البروفاج الاول بيقولوا عليه جزيرة الدهب، لكن هو كله كان اسمه شاطئ البروفاج، بس حاليا بقى فيهم واحد اسمه جزيرة الدهب اللي هو اول واحد احنا صورناه. والحلو كمان اللي هنا ان هي الناس اللي ما بتحبش الشواطئ الصغيرة او مساحتها ضيقة او مش عريضة، الناس دي برضه هترتاح هنا في الشاطئ جدا، لان الشواطئ هنا عريضة وشواطئ مفتوحة وشواطئ واسعة جدا. وده تاني شاطئ اللي بعده برضه سعر الدخول 25 جنيه، بس الشاطئ ده رايق شوية عن الشاطئ اللي فات. الشاطئ اللي فات طبعا تحت الكوبري على طول، لكن الشاطئ اللي احنا موجودين فيه ده بعده بتكون على سور البحر كده، واحنا بنتمشى بنتفرج عليه. طبعا انا معرفتش ادخل خالص ان انا اصور لكم، انا كنت بصور وتقريبا كانت الساعة 7 بالليل. شايفين انتوا البحر زحمة ازاي، واحنا دلوقتي الساعة 7، ما بالكم بقى لو احنا بنصور كمان الساعة 3 او الساعة 12 الظهر اللي هو بيكون ازحم. طب تروحوا امتى بدري؟ تروحوا الساعة 7-8 الصبح عشان تلاقوه فاضي شوية. واكتر شهور كمان في الصيف تلاقوه فاضي ورايق طبعا هو شهر 5 وبداية شهر 6، لكن احنا دلوقتي خلاص احنا نعتبر خلاص هنبدأ في شهر 7، فشهر 7 وشهر 8 والنص التاني من شهر 6 ده بيكون زحمة جدا. خلاص احنا في اخر كام يوم في شهر 6 وهنبتدي في شهر 7، فخلاص كده هيبتدي الزحمة بتاعته. فاللي حابب يجي دلوقتي حلو، اللي حابب يجي شاطئ البروفاج ويزور شواطئ البروفاج السياحي بس تكون فاضية شوية ممكن